انا ما كنتش عارف انا عايز اتكلم عن ايه الحلقه ديت. واصلا ما كنتش اسجل الحلقه. فتره فتره تقيله شويه عليا، وبالذات الايام ديت، لان مضغوط من كذا حاجه. وعندي زحمه في حتت كتيره قوي في حياتي، وبمر بانتكاسات في كذا ناحيه في حياتي، سواء كان انتكاسه انتكاسة في إنتاجيتي وشغلي وتركيزي، سواء كانت انتكاسة في علاقتي بالناس أو علاقتي مع نفسي ومع مشاعري، انتكاسة في مسار من مسارات التعافي اللي أنا ماشي فيها حاليا. فحسيت إنه هيكون أحسن إن أنا أتكلم أتكلم عن الانتكاسات، بما إني عديت على انتكاسات مشابهة كتير وانتكاسات مختلفة، كنوع من انواع ان انا بفكر نفسي باللي عدينا عليه، باللي عشناه، باللي جربناه، باللي اتعلمناه منه، باللي لاحظناه طبعا. وبرضو من باب مشاركة تجربتي، يمكن تسهل عليك او عليكي حاجة، او تفتكر الكلام دوت في وقت انتكاسة، في وقت شعور بالفشل والخزي من نفسك بسبب انك انتكست او انك انتكستي. ممكن يكون في شوية نويز لأن أنا بسجل الصبح على غير العادة بتاعت الحلقات اللي فاتت، لأن أنا امبارح كنت مرهق جدا. كنت مرهق جدا جدا، كنتش قادر حتى أسيت أب المايك واظبط الدنيا. أنا ما كنتش حتى قادر إن أنا أعمل كده. فبسجل الصبح بعد ما صحيت وارتحت. بص، احنا كلنا متفقين ان الانتكاسات شيء مزعج جدا جدا جدا، لان بتدي احساس مباشر بالفشل، بان انت فشلت وقعت في حاجة انت بتحاول تعملها، او حاجة تحاول توصل لها عن طريق ستيبس معينة بتتاخد كل يوم، سواء كان في شغلك بقى، سواء كان في علاقتك مع ربنا، في دينك، سواء كانت في علاقتك مع حد بتحبه، او علاقتك مع نفسك، او في التعافي، او طبعا في علاج، في تعافي من ادمان. وانتكاسات الادمان بصراحة هي مميزة عشان بيبقى فيها قدر عالي جدا من الأذى ومن الفشل ومن حالة احنا عملنا كده تاني، ومش مكسوف من نفسك، وكل مرة هنقعد نقول احنا مش هنعمل كده تاني ولادينا بنعمل وكل ده. وانتكاسات الإدمان بتبقى رخمة شوية. عن تجربة شخصية، ممكن تكون تجربتك انت ان والله ما عندكش مشاكل كتير قوي مع الادمان، مش هتركز فيه كتير. انا ليا واحد صاحبي كده، آه، هو البيست فريند بتاعي اصلا، وعلى عكسي انا تماما. انا انتكاسات الادمان عندي بيو، ضرب نار، ضرب نار بجد في نفسيتي وفي افكاري. بس خلينا متفقين بس على حاجة صغيرة، ان الانتكاسة ما بتحصلش في لحظة او في وقت وعلى طول من غير ما تاخد بالك. ال- العصير دوت طعمه غريب، ما علينا. حاسس ان انا بشرب واين زيرو الكحول، ما عنديش فكرة، مع انه عصير كريز حتى مش عنب، بس ماشي، ايا يكن. الانتكاسة بيبقى دايما ليها اشارات، حاجات بتحصل قبلها وبتبين
بتشاور على ان في حاجة غلط هتحصل. هي ايه بقى الاشارات ديت وبنلاحظها ازاي؟ بص، غالبا اشاراتي غير اشاراتك، غالبا انا الحاجات اصلا اللي بتأدي الانتكاس عندي بنسبة كبيرة هي غير بتاعتك. فلا مفر من التجربة، ولازم تاخد رحلتك انت بنفسك. بس لو هقول على اللي عندي، فانا عندي مشاعر معينة قوي قوي هي اللي بتودي الانتكاس، وعندي افكار معينة هي اللي بتحسسني او بتعرفني ان انا عايز انتكس ممكن اكون عايز انتكس عادي، او هنتكس، او في انتكاسة ما جاية في الطريق. بس هو بص، انا هقولها بس يعني انا هقول برضو ان الكلام سهل، ماشي، ان احنا برضو بنحتاج ان احنا نتقبل انتكاسة. انا بقولها وفي نفس الوقت بقول ان الكلام سهل، لان انا عارف ان هي مش سهلة خالص. تقبل الانتكاسة مش حاجة بسيطة، مش بسيط ان حد يشوف حاجة هو بيحاول بقدر الامكان وبيحاول فيها فعلا ان هو يوصل لها، عن طريق ستيبس صغيرة، آم، ويقوم واقع ويقول عادي. مش حاجة سهل تقبلها في الأول. وحتى قدام في المراحل المتقدمة شوية من التعافي لما بيحصل انتكاسة، في المراحل المتقدمة في التعافي بيحصل انتكاسات. بس حتى ساعتها بيكون التقبل برضو مش أسهل حاجة. بس بنكون وقتها بس أدركنا إن الانتكاسة بتشاور على حاجة، بتشاور على حاجة، على ان في حاجة غلط، على ان في حاجة احنا ما اشتغلناش عليها كويس، سواء كان تعامل مع مشاعر، سواء كان افكار او نوعية افكار معينة، سواء كان تريجر ما، دايما بتشاور على حاجة. وانا بصراحة اتعلمت من انتكاساتي حاجات انا ما كنتش اتخيل ان انا هاخد بالي منها بصراحة، بأي طريقة تانية غير لما انتكست بسبب الحاجات ديت. زي ايه؟ قبل ما اقولك زي ايه خلينا نقول حاجة بسيطة الاول. في حاجة اسمها الهالت، او اللي هم الاربع مشاعر اللي بياخدوا اغلب الاهتمام في الشغل على التعامل معاهم عشان ما نوصلش للانتكاسة. اللي هم hungry جعان، tired تعبان، angry غاضب، و lonely انك وحيد. ماشي، مشاعر الوحدة، مشاعر الغضب، مشاعر التعب، ومشاعر الجوع انا ما اعرفش ايه اللي جاب الجوع في الموضوع، بس هو ممكن، فاهم، هي ما جاتش معايا، بس يعني اكيد موجودة عند حد تاني. او انا اصلا كده كده الجوع اصلا في حد ذاته بيولد غضب عندي، لو فضل فترة كبيرة. المهم أم، ديت اغلب المشاعر اللي بتاخد اهتمام اكبر في التعامل معاها عشان ما نوصلش للانتكاسة، او عشان نأخر الانتكاسة. تمام. بس انا تمام، كانوا دول موجودين باستثناء الجوع، او ممكن لسه مش عارف، مش عارف بصراحة. ممكن نشوف. المهم دول موجودين، بس كان برضو مش دول الأساسيين اللي كانوا بيأدوا الانتكاسة معايا. أنا أنا كنت بنتكس لما أحس بسعادة، لما أحس بامتنان، لما أحس بحب. المشاعر ديت بشكل ما كانت بتخليني، خلينا نقول بطريقة بالموضوع واضح أكتر شوية،
لو اتكلمنا على مسار علاج الإدمان، فأنا عشان لما أحس بسعادة كنت بولع جوب لما أحس بسعادة، أكتر من إن أنا لما أحس بحزن، أكتر من لما أحس بغضب. لأن بشكل ما هي اتولدت عندي، الاتنين اتربطوا ببعض. ف ده كان بيؤدي لانتكاسة بشكل ما. أنا كان عندي مشاكل مع إحساس إن أنا ممتن لحد أو بحب حد أو بشارك أصلا مع حد، سواء كانت بقى شريكتي أو أي حاجة، بس أو صاحبي أو أي كده، أو أهلي حتى. وأصلا المشكلة جاية من هناك، بس ما علينا. يعني أنا راضي جدا عن المجهود اللي هم عملوه بصراحة في باقي الجوانب في حياتي. هم عليهم فضل كبير جدا، فأنا مش هعمل لهم الغلط بصراحة. هم زي ما أصابوا في حاجات زي ما غلطوا في حاجات. المهم، أم، كان عندي مشاكل مع المشاعر ديت. كان عندي مشاكل مع إحساس عدم الاستحقاقية، إن أنا شايف إن أنا مش مستحق اللحظة ديت، أو إن أنا مش مستحق إن أنا ليه هبقى ممتن. اللي هو الامتنان دايما كان بيولد عندي خوف لما بعد الامتنان، لما للمستقبل، والحب كذلك، لأن أغلبها كانت بتنتهي نهاية وحشة. فيعني مخي متسيستم على كده. بس بالوقت بالوقت أنا فهمت التجارب، فهمت التجربة. بقيت بحب أعيش في التجربة نفسها، و... وأعيش في اللحظة، أكون حاضر. وإنك تكون حاضر دي من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملها اللي ممكن تعملها لنفسك. إنك تكون حاضر في اللحظة الحالية، سواء كانت حلوة أو وحشة على فكرة. ده اتكلمنا عنه شوية، حاجة بسيطة قوي، في موضوع التقبل. أعتقد كانت الحلقة اللي فاتت على طول يعني. بس إنك تكون حاضر بيقلل كتير من الانتكاسة، لأن في حاجة صغيرة كده أنت هتبقى واخد بالك إن أنت عايز تنتكس، هتلقطها. وبشكل أكبر لما تكون مدرك لدوت وواعي بيه، أنت هتصده أو هترفضه. ممكن تنتكس برضو، بس بنسبة أكبر بترفض. أنت بتكون واعي بدوت، مش بتعملها أوتوماتيك على طول. لأن زي ما قلنا قبل كده، احنا احيانا التريجر بيودي للفعل اللي على طول بعدها، مش بناخد بالنا. هي حاجة زي الماسل ميموري، فاهم؟ او الذاكرة العضلية، ان انت او رد الفعل التلقائي جدا يعني. ف ال... الانتكاسة لما تكون واعي ب... بقدومها، بيكون النسبة أكبر بكتير من إنك تصدها. طيب ولو مصدناهاش هنعمل ايه؟ انا تمام. بص، مم، اول حاجه يعني في الانتكاسات انواع كتير والله، وفي حتت كتير. فممكن نقول لو هتنتكس مثلا في دايت، يعني ديت من اكبر الحاجات اللي بنشوفها عامه، انك ما تعرفش تمشي على الدايت او كده. بس عارف، مش دايما الكابتن بيقولك، او دكتور التغذية او الكوتش او البيرسونال ترينر بتاعك او ايا يكن انت جايب الدايت منين، بيقولك يعني لو عكيت، لو كلت حتة من التورتة، مش شرط انك تاكل التورتة كلها. فاهم؟ يعني خلاص كلت حتة انبسطت بيها، بس فرمل.
مش لازم عشان كلنا حتى نقوم سافين الباقي. اصل خد بالك اللي بيتقال وقتها اكتر حاجة بتتقال وقتها واقرب حاجة على لساننا ساعتها. طب ما هي كده كده باظت. بس لا، هي ما باظتش. بص، مش عشان في عمود في البيت وقع بسبب ان والله التقسيمة كانت غلط، فالحمل كان عليه تقيل قوي عن باقي الأعمدة بشكل ما. ان والله انت ما صبتش كويس، نسبة الحديد غلط، رطوبة، ايا يكن. هو وقع ليه في سبب ما، لان هو اتكسر ووقع. مش معنى كده ان احنا نهد باقي العواميد. مش شرط. زي ما قال محمد حازم، احنا مش ماضيين عقد مع الانتكاسة بجلد الذات، بان احنا نلوم نفسنا، بان احنا نبوظ اكتر ونكمل انتكاس. يعني انا عارف ان الانتكاسة على طول بتدي اول حاجة ان هو لا، انا ازاي عملت كده، واحساس بفشل واحساس بخزي وكل ده، وبنبدأ في جلد ذات وكره ونظرة وحشة قوي لنفسنا. بس هو فعلا مش شرط. هو حقيقي حقيقي مش شرط. بص عليها من بره، يعني تمام، عكينا. طب ما نشوف احنا عكينا ليه بدل ما نكمل عك. مش دوت ممكن يكون احسن؟ وانا بقول كده ولسه بقول ان الكلام سهل. تمام، الكلام سهل. انا مش ببالك مش بقول لك الكلام دوت وبقول لك ان هو هتعمل كده. لا يا باشا، انا طالع عيني الفتره دي انتكاسات اصلا في حاجات كتيره قوي في حياتي زي ما قلت. بس عارف لما تيجي تقارن بين الحلين، هتلاقي ان الحل التاني فعلا انسب. ان هو طب ما بدل ما اجلد ذاتي وابوظ واعمل وكل ده، طب ما نشوف احنا انتكسنا ليه ونحاول نلم الدنيا. لمها يعني بالحب، بالطريقة كده. فاهم؟ بس بشكل ما، عن تجربة شخصية، انتكاسات الإدمان مميزة بسبب حاجة معينة قوي. إن أنا في الوقت اللي ببقى فيه من غير المادة أو السلوك أو أيا يكن الحاجة اللي أنا مدمنها، الدنيا ما بيبقاش ليها طعم. بتبقى الدنيا رمادي، درجات رمادي، مفيش ألوان. بيبقى في حالة ركود وتبلد مشاعر، غبي غبي قوي ومؤلم على المدى البعيد. لان على فكره احساس تبلد المشاعر احساس سيء جدا جدا، واعتقد انا قلت الكلام دوت قبل كده. بس احساس وحش قوي. احساس انك منعزل عن الدنيا، مش قادر تبقى involve او موجود وحاضر في الانشطه اللي حواليك، سواء كانت حلوة ودوت بيبقى وحش، وسواء كانت وحشة وده بيقلل التعاطف، وبرضه بطريقة ما بيؤدي لمشاكل تانية. فالانتكاسة هناك لما بنتقبلها بصراحة، احنا بنبقى بشكل ما بيبقى فيها سنة نصب شوية. ماشي. بس اعتقد نصباية صغيرة احسن من سرقة كبيرة بقى ونفشخ الدنيا. لان على فكرة الجزء اللي احنا بننتكس في الادمان عشان انا عايز احس ان الدنيا ليها طعم. انا عايز استمتع، عايز حياتي ترجع للشكل اللي كانت حلوة عليه وانا مدمن. اصل العلاج التعافي مش اوائله فعلا مش حلوة. بس لما بنبدأ نعمل دوت وبنبدأ نشوف بقى الحاجات ديت وهي بتخلينا ننتكس، لما نبدأ نبص على
على ايه اللي حصل عشان ننتكس، تمام، ونحلل ونشوف الدنيا ونبدأ فعلا نظبطها. تمام. بتلاقي ان واحدة بواحدة الحاجات اللي بتخليك تنتكس بتقل، او الاثر بتاعها بيتراجع شوية، لان انت ممكن نقول بتقفشها. ماشي. بتشوف حاجات تانية وبتاخد بالك من حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، زي مثلا اللي انا لسه قايل ان انا كان عندي مشاكل كبيرة مع احساس الحب واحساس الامتنان. أم، ودول كانوا بيخليني انتكس. فديت حاجة انا ما كنتش واخد بالي منها، من غير ده، من غير ما اخد بالي من غير ما انتكس اصلا منها. وفي نفس الوقت بتبدأ تشوف بقى الفرق بين التعافي والحياة العادية الطبيعية، بره عن الإدمان أو بره عن اللي أنت بتتعافى منه عامة. في حاجات بتبدأ تلاحظها بسرعة، في حاجات بتبدأ تلاحظها بعد شهور، في حاجات بتيجي متأخر. بس بتلاقي إن الموضوع بيبدأ أحسن، بتبقى عندك تقبل أكتر للانتكاسات، لأن هي حاجة لابد منها. من غير فشل مش هنعرف ان في حاجة بايظة. تمام. واكيد اكيد اكيد احنا مش هنصلح سنين بوظان في شهرين بيرفكت مفهومش غلطة. احنا كده عندنا مشكلة بيرفكشنزم، وده حوار تاني بقى. تمام. وعامة هي الحياة كده، كل حاجة كده بتقع بتنزل، في حاجة بتبوظ بعد كده تظبطها، بعد كده بتست نشوف شغالة تمام على اللي بعده. كل حاجة في الدنيا كده تقريبا، بما في ذلك التعافي والعلاج. بس المشكلة الكبيرة بس إن إحساس الفشل تقيل. أم، إحساس الفشل والخزي وحشين قوي. والتقصير طبعا، يا شعور من المشاعر التقيلة قوي بصراحة على الواحد. بس خليني أقول لك حاجة. إحنا فطرتنا في إن إحنا نغلط، إحنا لازم نغلط. بداية الخلق بدأت بغلطة. مش غلطة من، يعني ايه اللي انا قلته ده؟ بذنب. تمام. بداية البشرية بدأنا بذنب. ف دي طبيعتنا، دي فطرتنا. انت عمرك ما هتشوف عيل صغير من كتر ما بيتعلم مشي، وهو بيتعلم مشي من كتر ما بيقع قاعد يعيط ويقول لك انا مش همشي تاني. ما ينفعش، مش هتشوفها. وعلى فكرة بقى العيال الصغيرة بنتعلم منها كتير، والله بجد. الأطفال فعلا بيبقوا هي دي الصورة للإنسان البيور، من غير من غير أي سلوكيات، من غير أي إدمان غريب، من غير أي كوبين مود، من غير أي أقنعة. هو ده الإنسان البيور. فالبديهي إن إحنا بنقع وبنغلط. وحتى في الحيوانات كلها مفيش حد بيتولد بيرفكت، عارف كل حاجة، مقفل الدنيا ومش هيغلط فيها. ما ينفعش. لو ما غلطتش ولو ما وقعتش يبقى في حاجة غلط، في حاجة كبيرة قوي غلط. يا اما انت عايش في وهم ان انت جامد. تمام. بس دي فطرتنا، لازم نقع ولازم نغلط. ودايما الغلط هو اللي بيعلمنا ايه الصح. فبس اعتقد اعتقد ان انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده بسبب الارهاق اللي انا فيه فعلا. وعندي شوية مشاعر تقيلة. آه، كبسة على نفسي شوية. فحاسس ان انا محتاج اقعد، آم،
اعمل بروسيسنج كده لمشاعري وافهم في ايه اللي بيحصل جوايا، واخش اطمن على البيرنت والتشايلد اللي جوه، ايه دنيتهم وايه الازمه، لان انا لسه مش عارف ايه الازمه بجد. ممكن احساس احساس وحش ان انا مش عارف بس اسجل كويس، لان ما عنديش طاقه ان انا اتكلم، مش قادر ارتب افكاري. بس حابب اقول بس ان ده عادي، ده العادي. مش كل الاوقات هتبقى بيرفكت، ومش شرط اصلا ان هو يبقى بيرفكت. بس